السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي اتم حال. ربنا ييسر لكم امركم يا رب العالمين. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد، وهعمل لكم وجبة جديدة، وتعالوا نشوفوا احنا هنعمل ايه. اول حاجة هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك في هذه اللحظة يا رب العالمين فرجا قريبا يداوي قلوبنا، ورزقا واسعا يغنينا عن سؤال أحدا من خلقك. يا رب إن كان في قلوبنا هم فامحيه، وإن كان في صدورنا ضيق يا رب العالمين فك كربنا يا رب العالمين. وإن كان لنا دعاء وإحنا مش قادرين نقوله، أنت اللي عالم بحالنا يا رب. اللهم عوضنا عن كل كسر خاطر وكل خيبة أمل وكل تعب مر علينا. عوضنا يا رب تعب، عوض ينسينا اللي احنا فقدناه كله، ويفرح قلوبنا فرح لم نتوقعه أبدا يا رب العالمين. يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك، ولا تجعل حاجاتنا إلا إليك. واكتب لنا يا رب من الأقدار أجملها وأطيبها، وبشرنا بما ننتظر، وانت يا رب العالمين خير المبشرين. اللهم آمين آمين آمين. صلوا على النبي يا بنات، وما تنسوش تدعولي ولكم بالمثل يا رب العالمين. النهارده بقى انسي اي طريقه انت عملتيها في تتبيله فراخ وفي صينيه بطاطس. انسي بقى اي طريقه، خدي بقى الطريقه دي. انا عايزه اقول لكم احنا كنا بنشتري ليه بقدونس. الكزبره خطيره يا بنات، الكزبره الخضراء انا مش عارفه احنا اشترينا بقدونس ليه طول حياتنا ده في الاكل، ملهاش طعم. انما الكزبره مش قادره اقول لكم، انا اول مره احط تتبيله الكزبره الخضراء مع الفراخ والليمون. ايه ده الجمال ده؟ حاجه كده فاخر من الاخر يا بنات. انا اتعمدت اجيب لكم طريقه غسل الفراخ، علشان في بنات ما لسه طالعه وداخله المطبخ مش عارفه ازاي تغسلها وما يكونش فيها اي زفور. عشان كده انا اتعمدت ان انا اجيبها لكم. انا بغسلها يا بنات، بعد ما بغسلها غسله نظيفه بنقعها في ملح ودقيق وليمون، وبعدين اشطفها بشويه ميه كده، واسيبها شويه قد ربع ساعه كده في المحلول ده. بتطلع لك الفراخ ما فيهاش اي زفوره ولا ريحه، تبقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف الخلطه الجميله اللي انا هعملها دي. اول حاجه اساسي كده كزبره، خدت كام عود كزبره حلوين كده قد نص حزمه، وقطعت عليها بصلايه، قطعت عليها طماطمايه، قطعت عليها قرن فلفل، ونزلت بقى بعصير الليمون، ونزلت بشويه زيت. عايزه اقول لكم يا بنات التتبيله دي من احلى التتبيلات اللي انا عملتها للفراخ، وحياة ربنا من احلى التتبيلات. جربيها بالطريقه دي مش هتندمي ابدا. خلاص. حطيت بقى بصل طماطم، فلفل كزبره ليمون زيت. هبدا بقى احط البهارات بتاعتي. هحط مرقتين ماجي، هحط معلقه ملح، هحط معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، معلقه زعتر. هي دي البهارات بتاعتي يا بنات. اهم حاجه بقى غسيل الفراخ، عشان كده انا جبت لكم غسيل الفراخ. اهم حاجه غسيل الفراخ. خلاص. هبدا ان انا اقلب الخلطه دي كويس قوي يا بنات. دي اللي انا هحشي بيها الفرخه. انا الفرخه بتاعتي انا مقطعاها 6. انا عايزه اقول لكم والله ان انا ما كنتش عايزه اعمل فراخ اصلا، وكنت عايزه امشي زي ما انا اتفقت معاكم اكلات شعبيه. بس ولادي قالوا لنا لا يا ماما هتهنى، احنا نفسنا في صينيه بطاطس بيها يعني. بصوا بقى اللي انا حطيته دلوقتي ده معلقه جنزبيل خطير يا بنات. على فكره انت ممكن تستغني عن الفلفل الاسمر بالجنزبيل، خطير يا بنات بجد بجد طعمه حلو قوي. اول مره يا بنات احط التتبيله دي كده في الفراخ. دايما كنت بعملها اولا في الكبه، ما كنتش بحط عليها كزبره، ما كنتش بحط عليها جنزبيل. جربي تحطي كل الحاجات دي عليها وشوفي بقى الطعم. هتاخدي تتبيله فراخ يا بنات، بشرط بقى ان انا انت ممكن تغطيها وتدخليها الفرن على طول، انما انا خدتها سوا كامل على البوتاجاز فوق، وخدت بس اللون تحت في الشوايه، بس هي استوت لون كامل فوق يا بنات. انا مقطعاها 6 زي ما انتوا شايفين كده، وفاتحه الصدر كده من جوه، عشان انا عايزه الخلطه الحلوه القمر العسل دي توصل في كل حته في التتبيله، في الفرق التتبيله تخش في كل حته في الفرخ. خلاص يا بنات. مسكتها بقى عملت لها مساج كده، خليتها زي الفل يا بنات.
عشان التتبيله تخش فيها. سيبيها بقى، انت ممكن تعملي الخطوه دي من بالليل للصبح لو الفراخ عندك. لو مش عندك قومي عاملاها ايه، قومي عاملاها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، سيبيها ساعتين خلاص. دي الصينيه بقى يا بنات، انا كده سايبه الفراخ تتبل. دي الصينيه بقى اللي انا هشتغل فيها. حطيت عليها بصلايه انا مقطعاها ايه، جوليان كده، اللي هي حلقات، بس حلقات نصين، قسمه البصله بالنص ومقطعاه ترانشات خلاص. وهحط بقى، مش طبعا عشان احط في التوابل بتاعتي اغلبيه التوابل، فانا هحط هنا ملح وفلفل خلاص. هقلبهم كويس قوي مع بعض زي ما انتم شايفين كده، ملح وفلفل بس يا بنات. هقلبهم كويس قوي في التتبيله، وبعدين هنزل عليهم بايه، هنزل بقى عليهم بالبطاطس. انا مقطعه البطاطس ايه حلقات، والسمك بتاعها يا بنات مش تخينه ومش رفيعه، هتشوفوها بالشكل اللي انتم شايفينه كده اهي. على فكرة البطاطس دي اصلا كانت تحمير، ما لقيتش عندي بطاطس اللي انا اعملها صينية، دي اصلا كانت تحمير. خلاص هنزلها بقى كلها في الصينية بتاعتي كده، وهقلبها مع بعض بحيث ان هي ايه، تشرب الليلة كلها خلاص. هقلبها كلها بقى، وهبدأ بقى اجيب الفراخ بتاعتي يا بنات بعد ما فرشت الصينية بالبطاطس والفراخ كده، هحطهم في قاع الصينية. هبدأ بقى ارص عليها الفراخ، وهنزل بالتتبيلة بالشكل اللي انت شايفاه ده. جربي والله العظيم، التتبيله دي ادتني طعم فراخ خطير يا بنات بجد، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده فاخر من الاخر. بصوا انا كده فاتحه الصدر، بصوا فاتحه ازاي، عشان ما يبقاش بس التتبيله من بره، لا كمان من جوه. هبدا ارصها، انا مقطعه 6 قطع على فكره، مقطعه الفرخه 6 قطع. هبدا بقى انزل بالفراخ كلها كده على وش على وش الصينيه، وهبدا بقى اغطي الصينيه كلها بالتتبيله اهو. بصوا هفرشها بقى كلها عليها كده. جربيها والله العظيم خطيرة ومنجزة جدا، وما خدتش وقت، في ثانية الأكل خلص، يعني في ثانية يا بنات الأكل خلص. بصوا الجمال، حاجة كده فاخر من الآخر، ما شاء الله اللهم بارك، خطيرة، تتبيلة حلوة قوي، اديتنا طعم حلو قوي. عايزة اقولك ان هي وهي على النار كانت الريحة فايحة في البيت كله، ريحتها كانت طالعة في البيت كله خلاص. شايفين الجمال. بصي بقى، انت ممكن في اللحظه دي تغطيها وتدخليها الفرن، بس انا حطيتها سوا كامل على البوتاجاز، وبعد كده نزلتها الفرن، رشيت على وشها كده شويه زيت عشان لما تخش الفرن تاخد ايه، تاخد لون حلو. شايفين الجمال يا بنات، حاجه كده خطيره. هبدا بقى اعمل شويه رز معاكم، بس رز بشعريه. بصوا بقى، انا حطيت كوبايه شعريه، انت حطي الشعريه حسب ما انت عايزه خلاص، يعني حسب ما انت عايزه، لان انا عامله معيار لحاجتي كده، عامله معيار للرز وعامله قصاده معيار شعريه، فاهمه؟ فانت ايه حسب اللي انت عايزاه. بس انا هقولك على تركية فرقت معايا يا بنات في طعم الرز. انا كنت بحط الملح بعد ما بنزل بعد ما الشعريه تحمر وانزل بالرز، وبعد كده اظبط الملح. لا جربي تحطي الملح مع الشعريه في اللحظه دي. انا اول مره اجربها يا بنات، طلعت طعمها حلو قوي على فكره، مش عارفه فرق معايا في الطعم، مش عارفه ليه بصراحه، خلى طعمه خطير. ماشي، قلبت بقى الملح مع الشعريه، بنسى والله العظيم بنسى. قلبت بقى الملح مع الشعريه كده لغايه ما خدت اللون الذهبي، وهنزل بقى بالرز اللي مغسول غسله نظيفه لغايه ما ميته بقت نظيفه. الكلام موجه هنا بقى للبنات الصغنونه اللي لسه داخله المطبخ. ماشي. فهبدا بقى ان انا يا بنات ايه، ان انا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنزل بقى بالرز بتاعي واحوره كويس مع الشعريه. وطبعا انا خلاص حطيت الملح، جربوا تحطوا الملح في اخر خلاص الشعريه خدت لون انزلي بيه، فرق معايا جدا في الطعم يا بنات، خلى طعم الرز حلو قوي خلاص. هقلبها كلها كده عشان اغلف الرز بالسمنه. هقلبها كويس قوي كده، وبعد كده هقوم بقى نازله بالايه، بالميه المظبوطه. بس في الافضل ان انت تقلبي الرز كويس مع السمنه عشان يطلع معاكي مفلفل خلاص. هبدا بقى اسقيه الميه بتاعته واقلبه، واول ما يغلي ويشرب الميه بتاعته تلاقي الرز اتشرب كده، اقوم مهدياله النار وبحط الشياطه تحتيه خلاص. ما عندكش شياطه، صاجة سمنه كده قديمه خلاص يا بنات. وهسيبه بقى يستوي. بصوا بقى الفراخ بعد ما خلصت، بصوا الفراخ، شايفين يا بنات الجمال ده،
اللهم بارك، حاجة كده فاخر من الآخر. وعملت شوية سلطة جنبيها وكانت أكلة ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. بصوا الرز وجمال الرز، حاجة كده خطيرة. لو انت وصلتي لغاية المقطع ده، ما تنسيش تدعمي أختك أم مازن في اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، ولايك فضلا وليس أمرا منك، وكومنت حلو. وأنا بفرح والله العظيم بتعليقاتكم كلها. ربنا يراضيكم ويجبركم ويكرمكم من واسع فضله. وآخر كلامي هقول الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.